واش بصح سعد المجرد خرج من السجن بصفه نهائيه او لا بصراح مؤقت؟ واشنا هو هذا السبب ديال هذا الخروج المفاجئ؟ كيف ما كنعرفوا ان سعد المجرد تحكم عليه ب6 سنين ديال الحبس من بعد القضيه ديال الاغتصاب اللي كترجع الاحداث ديالها ل 2016. بزاف ديال الصحف المحليه والدوليه نقلوا الخبر ديال ان سعد المجرد غادي يخرج سراح مؤقت، وهذا الشيء اللي اكد الاب ديالو الخميس اللي فات على ان سعد المجرد غادي يخرج من السجن. المحكمه الفرنسيه وافقت باش تعطي سعد المجرد هو خروج مؤقت، فالعكس ما كان كيروج. فالمحامي ديالو اكد بلي ما كاين حتى شي كفاله من بعد الخروج ديالو، وحتى السوار ما كاينش، والباسبور اللي باقي عند السلطات. وبزاف ديال الناس تفاعلوا مع الخبر ديالو في السوشيال ميديا بتفاؤل للخروج ديالو. بعد ما خرج سعد المجرد من السجن بارطاجا هذا البوست في السوشيال ميديا باش يشكر فيه الناس والفنانين اللي تضامنوا معاه، وكان متاثر بزاف بالتضامن اللي لقاه وهو في السجن. وسعد المجرد فرح حيت غادي يدوز العيد مع العائله ديالو، واكد باللي ان هذا غير سراح مؤقت في انتظار محكمه الاستئناف. فالمفاجاه ما وقفتش هنا. سعد المجرد اعلن على موعد خروج الاغنيه الجديده ديالو باسم اش خبارك، اللي غادي تخرج في 4 ماي الجاي، واللي غادي تكون بالدارجه المغربيه. وما تنساوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تقولوا لنا شنو بالكم في هذا البلان في لي كومونتير.